مرحبا، كيفكن؟ شكرا كتير انكم عم تشوفوا فيديو. اليوم جيت لكم بفيديو جديد. قبل ما اقولكم شو هو نوعية الفيديو، شو هو موضوع الفيديو، اول شي بدي اقولكم كل سنة وانتم بخير، وان شاء الله تحققوا كل شي بتتمنوه، وتنعاد عليكم بالصحة والعافية وعلى اهلكم. كتير 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 حبيت اني اعيدكم من قلبي صراحة، وان شاء الله تحققوا كل شي انتم بتتمنوه، وتحققوا لي كمان بفضل الله وبفضلكم كل شي. اوصل لهدفي، اوصل هلا لهدفي، هلا اوصل للالف، وان شاء الله تقدروا توصلوا للالف. بحبكم كتير، وخلينا نبلش الفيديو. اليوم فكرة الفيديو حوادث من حوادث من حوادث لبنان، من حوادث هاي السنة 2020. ان شاء الله بتكون سنة 2021 كتير عكس 2020، عكس سنة 2020. إن شاء الله تكون كتير منيحة هاي 2021، مع إنه كل العالم عم تقول إنه هاي سنة 2021 أبدا منا منيحة، راح تكون أفظع من 2020. نحن بنتأمل إنه تكون سنة منيحة وسنة حلوة. هيدا هي فكرة الفيديو، إنه بدنا نشوف اليوم حوادث اللي صارت ب 2020 بكل العالم. إذا عجبكم، إذا اضطروا لآخر الفيديو، إذا عجبكم تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس عشان يوصلكم كل شي أنا بنزله جديد. وخلينا نبلش بالفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نبلش. أبرز أحداث شهدها العالم في 2020: حرائق غابات أستراليا. شهدت غابات أستراليا حرائق هائلة في أواخر 2019، بعدنا ما فتنا ب 2020. استمرت حتى يناير 2020 مسببة خسائر. طب انطر شوي، لازم أني وقف، نرجع نعيد. شهدت غابات استمرت حتى يناير 2020 مسببة خسائر غير مسبوقة، تسببت في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وتفوق نحو 480 مليون حيوان، كنغارو وهيك، انقرضوا أكيد. اغتيالات مسؤولين إيرانيين. يوم 3 يناير نجحت عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد. الله يرحمه. أعلنت واشنطن مسؤوليتها عن العملية بطائرة أطلقت 3 صواريخ كاديوشا. ما بعرف إذا عم بلفظهم منيح، بس أسماء غريبة. قتل في العملية ذاتها أبو مهدي المهندس، نائب قائد قوات الحشد الشعبي. أنا على فكرة ما عم بقشع كتير من ورا هيدا، لأنه كنت عم بعمل مقدمة بالوجه دغري وعم بطلع بالكاميرا، فعيوني عم يزغلوا، فمش عم بقشع الصور صراحة. وفي 27 نوفمبر اغتيل العالم هو الإيراني محسن فخري زاده. هيدا العالم النووي. وقعت عملية الاغتيال في كمين نصب لفخري زاده قرب طهران، عاصمة إيران. إنه أنا بعرف إنه طهران هي عاصمة إيران، إنه ما نحكي إنه من قدي. تفعيل والله مش عم بقشع. طيب، غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير، وذلك بعد 4 سنوات من استفتاء أحد. طب انطروا لازم نوقف الفيديو. انقسامات في البلاد. الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد. الله يلعن كورونا، واللي جاب كورونا، واللي أخذ كورونا، واللي مدري شو. مش اللي انصاب بالكورونا، لا، اللي أخذ الكورونا. في 11 مارس أعلنت منظمة الصحة أن فيروس كورونا جائحة عالمية. كانت أول شي بالصين، رجعوا قالوا إنه جائحة عالمية. تصاعدت بعدها أعداد الإصابات، ما أجبر العديد من الدول على إغلاق حدوها. ما فهمت حدوها، حدوها يمكن، ما بعرف، بس أنا إنه قريتها هيك. انهيار تاريخي لسعر النفط الأمريكي.
في 20 ابريل شو مخالف ابريل انخفضت اسعار النفط الامريكي الى اقل من $0 للبرميل. توفقنا. لا توفقنا. نشوف شو صار مصايب. جاء ذلك بسبب توقف الطلب الفعلي على النفط بسبب جائحة كورونا. احتجاجات ضد العنصرية لما مات هيدا ذو البشرة السوداء وكلنا قلنا بلاك هيك شي، مدري شو قلنا احنا، ليف بلاك، نسيت شو هي العبارة صراحة، بس انه في شهر مايو اندلعت في الولايات المتحدة احتجاجات واسعة ضد العنصرية لأنه الشرطي قتل واحد من أفريقيا بعتقد. جاء ذلك بعد أن قتلت الشرطة جورج فلويد، اسمه جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية، مثل ما قلت أنا فكرت حالي غلطان. انتقلت بعدها فكرة الاحتجاج ضد العنصرية إلى العديد من عواصم العالم، بلشوا من منطقة لمنطقة. انفجار مرفأ بيروت، هاي كانت أكبر ضربة للدول العربية بشكل عام، واللي بحب لبنان واللبنانية بشكل خاص. يعني كلنا زعلنا، وصار في ناس اللي بيكرهوا لبنان شمتوا، اللي بيكرهوا اللبنانية شمتوا. بس أنا بقولكن إنه شو ما صار كل الدول بحبها، إن كان سوريا، فلسطين، الأردن، الجزائر، المغرب، مصر، كل الدول العربية، بديش أنسى حدا، السعودية، الكل. فكتير كتير 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 أذتنا، جرحتنا من جوا، جرحنا من جوا، قصدي جرحتنا حادثة انفجار مرفأ بيروت. لنكفي ونشوف. وقع انفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب، ما بننسى التاريخ، حيث انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم. والله مش عم بقشع، ما بعرف شو. تسبب الانفجار بمقتل نحو 200 شخص وإصابة 6000. هاي الأحداث، وإن شاء الله نتأمل أن تكون 2021 كلها حلوة عكس 2020. ولهون بكون خلص الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات، وبشوفكم بالفيديو الجاي، وبرجع بقولكم كل سنة وأنتم بخير وتحققوا كل شي بتتمنوا. يعني شو قصة هاي الطاولة؟ كل ما صار بروح ايدي فيها أو بتروح فيها هيك. فبديش طول عليكم. شو بعد فيه بديش طول عليكم يا برجع بقولها خلص يا عمي، تحققوا كل شي بتتمنوه انتو، وانا كمان حقق كل شي بتمناه. وباي، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.